دي ميني باجيت معمرين بواحد العجينة اللي قطنية وبمكونات اللي سهل وبسيط مع جميع الأسرار ديالها. إلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ديالي ضغطي على زر لايك، بارطاجي الفيديو مع حبابك وصحابك، وديري معاك واحد الابوني. وقبل من ذلك، قبل ما نبداو في وصفة اليوم، صلي على رسول الله صلى الله عليه وأفضل الصلاة والسلام، وقول لي فين وصلتوا في التوجات ديالكم من رمضان. المهم شوفوا كيفاش كتجي هاد الحشوة هادي معلكة بنينة وسهلة وبسيطة، وكيوجد معنا في وقت اللي هو قصير ووجيز. يلا نوجدوها مع بعضيات. في الاول غادي نوجدو العجينه، غادي نديرو ليها 3 كيسان ديال الدقيق، قيس العنبه، كاس ونص ديال الدقيق الفينو، الملحه، وشويه ديال السكر سنيده. نخلطوا هاد النواشف مع بعضياتهم. من بعد غادي ندير واحد الدائره في الوسط، وغادي نضيف عليها خميره الفوريه تقريبا معلقه ونص، وغادي نضيف كاس ديال الحليب اللي دافي، وغادي نضيف 2 المعالق ديال الزيت، وغادي نضيف بيض، وغادي نخلط هادشي كامل نبسبسو بيدي. من بعد غادي نبدا نجمع بالماء. هنا الماء على حسب كل نوعية ديال الدقيق، يقدر انا ياخد ليا واحد بينما انت ياخد ليك 2. المهم انا اختار ليا هنايا كاس ديال الماء، واهم حاجه ناكد عليها هو ان الماء يكون دافئ، خصوصا في هذا الجو اللي حنا فيه. صافي غادي تجمعي الخليط، العجينه ديالك حتى كتولي هكا كتبقى رطبه. غادي دهنيها بالزيت وغادي تخليها حتى تختمر وتضاعف الحجم ديالها. دابا في هاد الاثناء هادي نخليوها حتى ترتاح وتختمر، ونغطيوها بلاستيك الغذائي، وحنا غادي نمشيو نوجدو الحشوه اللي غتكون في الوسط. إلا كنتو أول مرة كيف قلت لكم كنتو في القناة ديالي، ما تنساوش تقولوا لي الآراء ديالكم على الوصفات اللي كنحط لكم، وإلا كان شي صداع في الفيديو راه خارج على الإرادة ديالي. المهم ها نتوما كيف كتشوفوا خديت العجينة وغطيتها بلاستيك الغذائي، وغادي نحطها جانبا. الحشوة كناخدو مقيلة، زويته، البصلة والفلافل. هنا خديت غير الفلفل الحمراء، نتوما تقدروا ديروا الألوان. صافي غنخلطوهم مزيان، نخليهم حتى كيذوبوا. وهنايا كنضيف عليهم الجزر اللي محكوك والكورجيت حتى هي اللي محكوكين بنفس الطريقة. وكنضيف عليهم التوابل اللي هي الملحة، الإبزار والخرقوم والسكنجبير والتحميرة وشوية ديال الحار. وغندير بودرة ديال الثومة، الا ما عندكش ديري حكي الثومة عادي. صافي كنخلطهم كنخليهم حتى كيذوبوا مزيان مع بعضياتهم. من بعد ما كيذوبوا صافي معانا هاد الخضر هادو، كنضيف عليهم هنايا علبة ديال الطون، كزبر والمعدنوس، و وتنضيف معلقة ديال طماطم د الحك، يعني طماطم المركزة. وتنضيف الصوجا، صوص ديال الصوجا، ولكن غير شي شوية، أنا صراحة ما تعجبنيش النكهة ديالها بزاف. صافي كنخلط هاد الشي هذا مع بعضياتو مزيان، وتنطفي عليه النار. من بعد ما تيوجد كنطفي النار وكنخليه. بغيتو تزيدوا ليهم حتى الفرماج إلا كان عندكم مثلثات، حتى هو كيعطي واحد اللوغو اللي زوين. صافي من بعد كنرجعو لديك العجينة كنديكازيوها من الداخل. كيف كتشوفوا ها هو ضاعف الحجم ديالها. كنديكازيوها مزيان، يعني يخرج من هذاك الغاز اللي تكون لداخل. صافي وكناخدوها على سطح العمل. كنبداو كنشكلوا الكويرات ديالي. بالنسبه للكويرات ديالي كناخدهم كويرات صغار، نفس القياس ديال المسمن وقل شويه. صافي كتخرج ليا كميه اللي وفيره. كنجمعهم بنفس الطريقه ديال المسمن، بهاد الطريقه هادي. وكندهنهم، ندير رش عليهم شويه ديال الدقيق، نخليهم يرتاحوا لمده ديال 10 ديال الدقائق، من 5 حتى ل10. صافي هنا ناخد الكويرة الأولى وكنرش سطح العمل بالدقيق، وكنحاول نديرها على شكل مستطيل كيف كتشوفوا بهاد الطريقة هادي. حتى كنكمل العجين كامل اللي عندي، وكامل كنديرو بنفس الطريقة. وكندير الحشوة الوسط. وصافي ملي كندير الحشوة الوسط هانتوما غتشوفوا غندير فوق منها الفرماج الأحمر موتزاريلا، وهو اختياري، يعني سوا موتزاريلا سوا أي نوع د الفرماج اللي عندك ضيفيه. والفرماج كيبقى اختياري، يعني بغيتي تعليكه ما بغيتيش تقدري تكتفي فقط بهاد الحشوة هادي. صافي هنا كنبدا كنجمع بهاد الطريقة هادي وتنقرص مزيان باش نضمن أنهم ما يتحلوش معايا. كنقلبها على الوجه الثاني ديالها، وكندير نفس الطريقة كنكمل بها جميع البريصات اللي عندي. هاد الوصفة اللي هي المعتمدة عندي وكتنفعني في رمضان، كنديرها كنوجد بزاف هاد الوصفة هادي. صافي كيف كتشوفوا أهم حاجة اللي نركز ليكم عليها هو أنكم قرصوهم مزيان باش ما يتحلوش ليكم.
حيت راه ضروري غادي يتنفخوا واحد شوية على حساب فيهم الخميرة. صافي من بعد كنشكّلهم كاملين، كناخد واحد الصينية درنا فيها ورق ديال الزبدة، تقدري دهني إلا كانت عندك ما عندكش الورق غير دهني هاد الصينية هادي، نبرك عليهم شوية بيدي غير شوية ماشي بزاف، وكناخد هنايا صفر بيض وكندير معاه شوية ديال الخل وكن نديرهم من الفوق كيف كتشوفوا، ندير ندهنهم، ولا ما عندكش دائمًا كاين الحلول، إلا ما عندكش الخل تقدر تضيفي معاها الحليب، تقدري تضيفي معاها القهوة سريعة الذوبان، المهم كنديروا هاد الحلول هادي باش ما تبقاش عندنا صفرية البيض، لأن بعض المرات ولا في غالب الأحيان ما كناكلوش بحال هاد الوصفات هادو غير على ود ديك الصفورية. صافي وهنا كتزيين الزفر عفوًا ديك كتزين كناخدو السكين وكنديرو به هاد الخطوط هادي، ودائمًا تحت شعار التزيين اختياري كيف ما ولفتوني بهاد العبارة هادي ديال وصفة زينب. صافي هنايا كيف كتشوفوا كندير هنايا تقدروا ديروا زنجلان، تقدروا ديروا أي حاجة تزينوها بالفوق من الفوق اللي عندكم، كنوضعوها في الفران كطيب عادي وهي بالصحة والراحة الحبان ديالي. نتلاقاو في فيديو جديدة بإذن الله. وقولوا لي أشنو تبغيو نحط لكم في هاد الشهر المبارك هذا، عندي بزاف الأفكار ولكن بغيت نسمع الآراء ديالكم. يالّا بسلامة عليكم، دمتم في رعاية الله، نتمنى الله يلقاكم في أحسن الأحوال في الفيديو الجاي إن شاء الله وفي جميع الأيام. يالّا بسلامة، أحبكم الله.